السلام عليكم ورحمة الله. غلط بالتحويل، تحويل فلوس يغير الأحوال من حال إلى حال. قبل ما نعرف سالفة هالخطأ هذا، لا تنسون ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. مساكم الله بالخير. هذول أسرة سلمكم الله، أبوهم توفي وكان أموره زينة، تاجر الله يغفر له ويرحمه، وتارك لهم خير ومرتاحين ماديا. هالأسرة هذه رايحة للسوق ومختبة بالسوق ومن دكان لدكان تقضى، إلا ويتصل ولدها الصغير. قالوا يمه؟ قالت نعم. قال يا ميمتي أنا شريت لي حاجة من شخص عن طريق الإنترنت وبحول له فلوس، لكن حسابي حاليا ما يكمل المبلغ. تكفين يمه؟ دوس رقم حسابه حولي له. قالت يا وليدي أنا بالسوق، اصبر لما نرجع. قال لا، ما أقدر أصبر. الرجال إذا ما حولت له الحين يبي يبيعها على غيري ترى، وأنا الحاجة القطعة هي اللي عنده أبيه ضروري. قالت يا وليدي ما تصبر. قال لا ما أصبر. أمر تجي تجلس على كرسي بالسوق وتطلع جواله وتفتح تطبيق البنك وتفتح الحوالات وتنسخ رقم الحساب، لأن ولدها أرسل له رقم حساب البائع، وتدخل رقم الحساب وتحول وتسكر تطبيق البنك وتحط جوالها مخباته وتكمل مشواره بالسوق. يوم راح نص ساعة ويتصل به ولده، قال يمه ورا ما حولتي له. قالت يا وليدي حولت. قال تو اتصل بيقول ما حولت. تكفين شوفه يمه. قالت هالحين ارسل لك. أمر تاخذ نص رسالة التحويل وتحطها بالواتساب لولده. قالت شوف يا وليدي أنا حولت للرجال. يوم أخذت له 5 دقائق مدق ولده. قال يمه غلط عليك، أنا قايل لك تحولي له 1000 ريال. الآن أنت غلطتي خطأين. الخطأ الأول حولتي 100,000. الخطأ الثاني ما هو اللي نبي مغلطة أنت برقم الحساب، فالشخص اللي أنت حولتي له اسمه فلان بن فلان، واللي أنا شاري منه اسمه فلان بن فلان. قالت 100,000. قال 100,000. ولا هي ما شاء الله أموره زينة، ويمكنها بعد تتباعت وشارت، فالتطبيق عنده حد أعلى بالتحويلات. إنا لله وإنا إليه راجعون. 100,000 مي بسواليف. العالم تعصعص ما طلعت 10,000. الوكاد على طول تركت السوق وجت، ولا البنك مسكر اليوم مساء كانوا، وينتظرون بكرة. يوم صار من بكرة يروحون للبنك، يدخلون على البنك السلام عليكم السلام، قالوا حنا حولنا 100,000 عن طريق الخطأ لشخص خطأ، نبي نشوف هالشخص ذا ونتواصل معه يرجع لنا فلوسنا جزاه الله خير. قالوا البنك لا، ما نعطيكم أي معلومات ولا اسم ولا شيء إلا عن طريق الشرطة، أنتم تروحون للشرطة الحين. راحوا للشرطة وبلغوا أنهم مخطئين. تعاونت الشرطة جزاهم الله خير معهم وخاطبوا البنك. جوا البنك وناظروا ولا هالحساب الشخص طلع صاحب الحساب متوفى من تقريبا ما كمل شهر ونص. عطوهم البنك مشكورين رقم يتعلق برقم صاحب الحساب، رقم جوال. دق ولد المرضي على الرقم اللي أعطوه البنك. قالوا نعم أنت ولد فلان بن فلان. قال نعم. أحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم، ما بطميتوا أبوهم له شهر وأيام تقريبا. حنا والله حولنا مبلغ 100,000 بالغلط لحساب أبوكم. أمر يضحك الولد. قال أنتم محولين لأبوي شايب أصلا ما عنده حساب بالبنك. قالوا ها الحساب اللي عطونا البنك باسم أبوك، مو بنت ولد فلان بن فلان الفلاني. قال لا. قالوا البنك يقولون هذا الحساب باسم فلان. قال غلطانين البنك، أبوي شايب ما يعرف بنوك ولا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف البنوك ولا يعرف شيء من القبيل. إيه أخذوا عطا. قال شوفوا أنا والله اللي أنا عارف إن أبوي ما عنده حساب، لكن أبعطيكم رقم أخوي الأكبر وهو الوكيل، إذا في شيء فأخوي أكيد يدري عنه. قالوا جزاك الله خير. عطاهم رقم أخوه الأكبر، اتصلوا بأخوه الأكبر قالوا نعم هذه القصة وذي القصة، حولنا بالغلط لحساب أبوك. ما يموت من الضحك. قالوا أبوي ما عنده حساب ولا عمره دخل بنك. قالوا يا ابن حلال البنك معقول يصيرون غلطانين؟ قال إيه غلطانين، ما احنا نعرف أبوي، وأبوي الحين له شهر وكم يوم متوفي، ما وراه شيء نبت. قال ولد المرأة اللي حولت بالغلط، الولد المتوفى، يا أخي تعال البنك وناقش البنك، يا أخي ذي 100,000. قال لا والله ما نبجاي وروحوا لغيرنا، ما مش الكلام هذا. أمر يضيق صدرها المرأة، محولة 100,000 بالغلط وتضيق صدورهم. بدأت تسولف على قريباتها. راح يوم يومين أو 3، الآن هم عرفوا اسم المتوفى. أمر يلقون حرمة من أقاربهم تعرف مرت وكيل المتوفى الأكبر، وتعطي المحولة بالغلط رقم مرت الوكيل. قالت دقي عليه، وترى الحريم أقوى من الرجال. المهم مرتجي ذي اللي محولة بالغلط وتدق على مرت الوكيل.
السلام عليكم السلام. قالت القصة كيت وكيت. قالت إيه الرجل يقول أبوي ما عنده حساب. قالت اسمعي يا بنت الحلال، هن 100,000. إذا قنعتي رجل وراح للبنك وثبت إن خالص الله يغفر له ويرحمه عنده حساب وصاروا ما يدرون أو غلطين، فهالمية ذي لتس منهن 10,000 لتس أنت شخصيا وعد. قالت هي لا يروح وش يضره، ها روح نص ساعة البنك مي بضارة. يوم جاء رجله وتضغط عليه وتضغط عليه وتقنعه، يوم صار من باتر يروح للبنك. ويوم وصل البنك السلام عليكم السلام، أنا ولد فلان بن فلان، حياك الله تفضل استرح. طرق طرق طرق. قالوا أنت ولد فلان، أنت معك الوكالة؟ قال معي الوكالة، أنا الوكيل وأنا الوصي. قالوا نعم، أبوك الله يغفر له ويرحمه له حساب عندنا، وحنا البنك منتظرين يعني وقت العزاء يروح وناويين نتواصل معكم علشان حساب أبوكم، وش تبي تسوون فيه؟ تبي تقفلونه وتبي تتركونه؟ بعدين هالمبالغ اللي بحساب أبوكم هل تبي تبقونه ولا تبي تسحبونه وتقسمونه؟ قال الكبير الوكيل هذا وشو المبالغ اللي بحساب أبوي ما عنده حساب، ما عنده أصلا مبالغ. قالوا لا ولا عنده. مر يفرك الشاشة مدير البنك ويوريه كم اللي بالحساب، ولا ملايين. مر ينهب الوكيل، تأكدين ترى هذا أبوي لا أفرح بالفاضي، خبر الواحد إذا فرح ومعطلع غلط مشكلة، هذه بطاقتي وهذا اسم أبوي، تأكدوا يا جماعة الخير. قالوا إيه أبوك عميل مميز عندنا، لكن الملايين تبي تتركونهن ولا تبي تاخذونهن؟ قال يصير خير بس تأكدتوا أنتم إن هذا أبونا؟ قال هي الملايين لكم الله يبارك لكم. ومر يدقون على المرة اللي حولت بالغلط، قال والله يا جزات خير أنت وخطأت وغلطت، ويرجعون له 100,000 وترجع 10,000 المرتل الكبير، وينبسطون ويرغدون ولاهم أمورهم وسط المادية، إلى درجة المرتل الوكيل تقول والله أننا صبغنا شيء من البيت وعجزنا نكمل. جاتهم ملايين وأرغدوا بسبب خطأ بالتحويل. يا زين هالخطأ. الله يغفر للشايب اللي توفي ويرحمه وجميع أموات المسلمين. وبنهاية القصة أشكر طيب الاستماع وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.